ملخص كتاب 48 قاعدة للصبر. كتاب كده تحس إن اللي كتبه الشيطان. كتاب لخص أكتر من 3000 سنة من الحكمة في التاريخ الإنساني، من مفكرين عظام زي ميكافيلي، زي سانتسو، زي كارل فون كلو. 48 قاعدة ساحرة وعظيمة، مفيش كلام. الكتاب فعلا قواعد للحياة اللي احنا بنعيشها دلوقتي. القانون الأول بيقول لا تظهر أبدا تفوقك على ولي. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني ما تحاولش أبدا تبين إنك جامد في أي شغل أنت بتشتغله، أو أي شركة، أو أي حد حتى ليه سلطة عليك أعلى منك شوية. مش معنى كده إنك تطبل، لا خالص. ما تعليش على حد في منصب أعلى منك، ما تعملش شبح يعني، عشان إن هتشيل أكتر من طاقة، وبكده هتكون مصدر خطر على اللي أعلى منك. إزاي يا جدع؟ بصوت عادل إمام. مثال الشغل هتكون مصدر قلق للي حواليك، وهتخوف مديرك منك، فهيحاول يقضي على احلامك. وريهم انهم دايما ليهم سلطه عليك، وليهم سلطه اعلى منك في بعض المواقف، ولكن اظهر حكمتك في كل المواقف. يعني اشتغل زي ما انت، بس ما تخليش نفسك اعلى من حد. حاول على قد ما تقدر تجتهد وتعمل كل اللي جواك عشان تترقى، ده ما فيهوش مانع خالص، ولكن احذر ان انت تبقى اعلى من مديرك. هيخاف منك وهيأذيك ويمشيك. دي اول قاعده. بعد ما خدنا الفكره العامه للقاعده، هنبتدي نتكلم على مفاتيح السطوه. ازاي بقى؟ بيقول لي هنا ان مفيش حد ابدا واثق في نفسه تمام الثقه، فكل الناس فيها نواقص بتخليهم يشعروا بالتهديد. وانت لما بتظهر نفسك وتستعرض مواهبك، بتحرك عند الناس الأعلى منك الحتة بتاعت الخوف بتاعتهم، فبيبتدوا يطلعوا المشاعر والحسد والأحقاد اللي ممكن تخليهم يعملوا حاجات انت ما تتوقعهاش. وعشان كده لازم تخلي بالك من شعور الدنيا عند الرؤساء، لأن أكبر الأخطاء في لعبة السطوة هو أن تظهر تفوقك على وليك. ناخد الصورة وناخد الاقتباسات من الكتاب. في أول قاعدة، الصورة: النجوم في السماء في أي لحظة لا يمكن إلا لشمس واحدة أن تسطع، لا تحجب أبدا نور الشمس أو تنافسها ألفا. قف خفيا في السماء واعمل على أن يشيع نجم رئيسك باهرا. اقتباس من معلم: لا تظهر أبدا تفوقك وتألقك على وليك. التعالي مكروه دائما، ولكن تألقك على رئيسك ليس غباء فحسب، لكنه قاتل. تعلم من نجوم السماء حين تشرق الشمس في السماء. الاختفاء. كالتشر جراتسيان. آخر حاجة هنقولها في القاعدة وهي عكس القاعدة. بيقول لي ليس عليك أن تخشى من استياء جميع من تقابله، لكن عليك أن تكون انتقائيا في قسوتك. لو كان رئيسك نجم فما تخافش من إظهار تفوقك عليه، هو في الأساس أصلا ستار، فما تقلقش من دي. ولا تكن رحيما أبدا معه، فهو لم يتردد عن ذلك في صعوده إلى القمة. قدر قوتك، ولو وجدته ضعيفا اعمل في الخفاء والتعجيل بسقوطه، وفي اللحظة القاتلة اظهر تفوقك عليه في الكفاءة والحضور والذكاء. لكن إن وجدته ضعيفا للغاية وعلى حافة الانهيار، اتركه يسقط لوحده. لا تجازف بتفوقك عليه، عشان ده هيبان للناس التانية إن أنت حاقد على المنصب ده أو على السلطة دي. ولو لقيت إن رئيسك في العمل راسخ كده في مركزه، متثبت فيه جامد، وحاسس إن أنت أكفأ منه وتستحق المكان ده، فما تستعجلش. اصبر، هتيجي اللحظة المناسبة وهتنقض فيها السلطة. سنة الطبيعة إن كل سلطة بتخفت وتثبت. مهما كان جامد هيجي وقت إن أنت تبقى أجمل. في نهاية القاعدة بنلخصها في مجمل كده سريع وعلى طول. هنقول إن أنت ما تظهرش أبدا إن أنت أجمد من رئيسك غير لما تيجي الفرصة. لو هو ضعيف جدا للغاية ما تظهرش ده، عشان الناس هتشوف إن أنت حاقد عليه وحاقد على المنصب ده. هنقول كمان إن مع الوقت والصبر هيجي دورك، لأن الثابت الوحيد في الحياة هو التغيير. فهيجي الوقت إن هما يغيروا الرئيس، سواء إن هو هيمشي أو أنت هتاخد مكانه. فاصبر وخد مكانك صح، ولو أدركت اللعبة دي بكفاءة هتوصل للي أنت عايزه. وده كان القانون الأولاني. طبعا القانون، كل القوانين اللي احنا بنتكلم فيها هي مش ethical قوي، بس هي بتوعينا لازاي ان احنا نقدر او نشوف او نتعامل مع الناس اللي بتستغلنا. بنشوف هما بيستغلونا ازاي، ونقدر ان احنا نتحكم في الاخطاء البسيطة اللي ممكن نكون بنعملها ومش واخدين بالنا منها. ودي كانت نهاية اول قاعدة: لا تظهر ابدا تفوقك على وليك. لو انت اول مرة تسمعني او اول مرة تشوف فيديوهاتي، اعمل لايك وسبسكرايب